بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم صحة يا رب العالمين. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد. النهارده مشتريات الاسبوع، كل اسبوع كده بنشارك مع بعض المشتريات بتاعتنا، وهنشوف بقى هنعمل ايه والغدا بتاعنا، وهنشارك مع بعض اليوم كله من اوله لاخره. بس طالبه منكم طلب كده، لو اول مره بتشوفوني حطوا لي كده لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم باذن الله كل جديد بنزله. ويلا بقى بينا نسمي الله ونشوف المشتريات بتاعتنا والاسعار اللي ما يعلم بيها الا ربنا، ونشوف جبنا كل المشتريات دي اللي هتكفينا باذن الله طول الاسبوع بكام. زي ما احنا شايفين يا بنات، انا اول حاجه خالص هبدا بيها الفاكهه. ما شاء الله البرتقال ده والله كان ال3 كيلو ب10 جنيه، فانا جبت ال2 كيلو دول عاملين 7 جنيه. يعني 2 كيلو برتقال ب7 جنيه، ما شاء الله حاجه يعني كده اللهم بارك جميله جدا. وتاني حاجه جبت الفراوله، انا اول مره اجيب الفراوله. زي ما احنا شايفين هعملها بقى باذن الله كده كوكتيل للولاد او نعمل عصير، بس انا ولادي مش بيحبوا عصير قوي، فانا هعملها لهم بقى كده على الموز. باذن الله هنعمل وصفه مع بعض. زي ما احنا شايفين يا بنات، كيلو الفراوله ده كان عامل 12 جنيه. كان فيه ب15، بس انا لقيت دي حلوه ما شاء الله ولقيتها ب12 جنيه. والموز كمان كان عامل 10 جنيه والله يا بنات. كان فيه ب12 وفيه ب13، وده كان عامل 10 جنيه. ما شاء الله اللهم بارك جميل جدا. ان هو كده مستوي وبلدي وزي العسل، الصوابع كده بتسيب اللي بعضها. لكن جبت كيلو ونص ده عامل 15 جنيه. يبقى انا كده جبت ب15 جنيه، وجبت كمان دولت عاملين 20 جنيه، كيلو من الفراولة والبرتقال يعني كمان 19 جنيه. يبقى انا كده جبت حاجتي كلها. الفاكهة هتقضيني طول الاسبوع عاملة كام؟ عاملة 34 جنيه. نيجي بقى يا بنات لأهم عامل لازم يبقى معانا، وأهم منتج لازم يبقى معانا في طول الأسبوع، اللي هي البطاطس. البطاطس يا بنات، البطاطس دي دوروا على ارخص حد بيبيع بطاطس. يعني البطاطس دي كانت بكيلو ونص ب10، شويه صغيرين، ولقيت اللي البياع بيقول ب6 جنيه. فانا جبت دولت 2 كيلو ب12 جنيه. وكمان جبت دي كان بيبيعها ب5 جنيه، ما شاء الله عليها جميله، هي صغيره شويه بس حلوه جدا يعني ما شاء الله. بنعمل منها وصفات طبعا كتير، وبنعملها بقى مسلوقه كده، نعمل شويه كشري اصفر. يعني معانا كده حاجات هتقضينا طول الاسبوع باذن الله. جبت 2 كيلو من دي و2 كيلو من دي، عاملين كام؟ يبقى معايا كده 22 جنيه. 22 جنيه من البطاطس، ومعايا حوالي 34 جنيه من الفاكهة. جبت كمان يا بنات الفلفل ده، الفلفل ده أحمر اللي هو كوبي، مش من الألوان يعني، لأن طبعا الألوان دلوقتي غالي. فأنا قلت برضو لقيت كده ما شاء الله عليه جميل، هنستخدمه برضو. نستخدمه كأنه يعني فلفل أحمر. ده كان كيلو ب10، بس البياع الست قالت كيلو وربع ب10 لو هتاخدوه كده يعني على بعضه. فانا وزنت كيلو وربع هقسمه، كنت انا واختي، فانا قلت ايه نقسمه. فلو انت معاكي حد طبعا، لكن هي النص كيلو ب5 جنيه. فانا طبعا كانت اختي معايا يعني، فطبعا استفدت برضو بالشويه يعني، كان هيبقوا برضو حبه حلوين. فلازم طبعا ان احنا نشوف كده ارخص حد بيبيع. مش طبعا مش هنجيب حاجات وحشه، لكن ارخص حاجه ان احنا ندور برضو على الحاجه الرخيصه، عشان يعني الفلوس كده تكفي معانا. الطماطم دي كانت ب4 جنيه برضو، كل السوق بيبيعها ب6 جنيه وب5 جنيه، وفي ناس بتبيعها كيلو ونص. فلقينا ده الكيلو وربع ب5، فجبت 2 كيلو ونص ب10 جنيه. نيجي بقى على الكرنبيطه الجميله دي. الكرنبيطه دي عامله 6 جنيه، ما شاء الله عليها جميله جدا. جميله اللهم بارك، حاجه كده يعني هتكفي. هنعملها باذن الله، هنعمل وصفات كتير، ممكن نخلل منها ممكن نقلي منها، يعني هي كبيره ما شاء الله عليها. البصل بقى كان كيلو ونص ب10، فانا جبت ب10 جنيه عشان يكفي كده طول الاسبوع. والبتنجان الجميل ده كان ب5 جنيه. زي ما احنا شايفين يا بنات، دي كده المشتريات كلها. وكمان جبت كيلو ونص من الجزر ب5 جنيه. هي ما فيهاش اي حاجه خالص، زي ما احنا شايفين دي كده ناشفه. يعني لو هي بس معوجه شويه كده كان بيبيعها كيلو ونص ب5، زي ما احنا شايفين. نخلل منها تقشريه كده الولاد ياكلوه، تقطعي منه زي ما انت عايزه. وصفات كتير بتتعمل بالجزر، وبنكتر كده بيها وبنكتر بيها كده مثلا لو هنعمل لحوم، او مثلا نعصق فراخ حاجه زي كده. هنعمل باذن الله كل حاجه مع بعض. يبقى المشتريات اللي معايا دي كلها عامله كام؟ عاملين يا بنات 90 جنيه. كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي هتكفيني طول الاسبوع، وهعمل منها حاجات كتير ما شاء الله اللهم بارك. فاكهه هعمل منها وكام وصفه للولاد. الفلفل ده هيكفيني ما شاء الله الاسبوع كله. الطماطم كمان هيكفي منها، لان كان عندي طماطم مستويه فما رضيتش اجيب. لكن 2 كيلو ونص طبعا هيكفوني الاسبوع وهيزيد كمان. وده كده كان كيلو وربع من البتنجان ب5 جنيه. والله يا بنات كيلو وربع ب5 جنيه جميل ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده زي العسل. كل ده هيكفيني الاسبوع، ودي هعمل منها كمان وصفتين زي ما احنا شايفين يا بنات مع بعض. يعني ب90 جنيه مليت بيتي بالخير طول الاسبوع.
يلا كده بقى بينا هنغسل كل حاجه وهندخلها في التلاجة، وبعدين بقى ندخل على نشوف الغدا بتاعنا. هنعمل مع بعض غدا اللهم بارك جميل جدا جدا. يا بس لو انت بقى وصلت معايا للحظه دي اوعي تنسي تحطي لي اللايك. يلا بقى هغسل حاجه، هسيبكم شويه وبعدين نرجع بقى نكمل الغدا مع بعض. تعالوا بقى يا بنات نشوف الغدا بتاعنا هنعمل فيه ايه. معايا كده فرخه، هي حجمها مش كبير، الفرخه دي حوالي كيلو ونص، لكن ان شاء الله هنخليها فرخه 2 كيلو ونص مش 2 كيلو بس. المهم تعالوا بقى كده، معايا تتبيله حلوه وهنشوف دلوقتي هنعملها بطريقه مميزه باذن الله. معايا كده شويه من البهارات، ده ملح، ومعايا كمان سنه من الكزبره، ونص معلقه كده من كل حاجه، بهارات فراخ وكاري، وكمان دي معلقه نص معلقه كده من التوابل اللي انا كنت عاملاها، ومعايا كمان توم باودر على بصل باودر مقلباهم على بعض، وسنه صغيره من القرفه، وسنه صغيره من السبع بهارات. دي كل البهارات. تعالوا بقى نشوف معايا ايه كمان. معايا كده طبق فيه شويه من البصلايه كده متقطعه صغير، ما حبيتش ان انا ابشرها في المبشره، ومعايا كمان قرن كده من الفلفل حامي او بارد زي ما انت عايزه، بس انا عملته بارد يعني، ما رضيتش النهارده اخلي في الوصفه كده حاجه. ومعايا كمان طماطميه مبشوره او معلقه كده من الصلصه، انا يعني ضربتها بشرتها كده، فعليها كده شويه من الميه ومعلقه من الزيت ومعلقه من الخل. عفوا يا بنات، لا نسيت احط معلقه من الخل، احط كده معلقه صغيره من الخل زي ما احنا شايفين. وبعدين بقى هجيب كل التوابل بتاعتي دي هنزل بيها على البصل زي ما احنا شايفين، هنزل كده بالتوابل بتاعتي كلها على البصل، وهدعك البصل كويس جدا زي ما احنا شايفين مع بعض، بالبهارات بحاله كده هدعكه كويس جدا. هدخل كده البهارات في البصل كله. طبعا كميه البصل ديت انا عايزاها لحاجه تانية، هنشوف دلوقتي هنعمل بيها ايه، بس هاخد بقى منها كده شويه هنزل بيهم على الطماطم اللي احنا حاطين عليها كده نص معلقه من الزيت، وهشيل بقى الباقي ده في جنب. هنشوف دلوقتي هنعمل بيه ايه. زي ما احنا شايفين كده يا بنات هقلبهم بقى. خلاص قلبت كده الخلطه مع بعضها، وتعالوا بقى هحشي بيها الفرخه، هتبل بيها الفرخه كلها من فوق ومن تحت ومن تحت الجلد ومن بره كده ومن جوه، يعني ادعكيها كويس جدا بالبهارات اللي معانا دي. الخلطه دي جميله ما شاء الله، اللهم بارك كده، حاجه كده زي العسل. هنزل بقى بالخلطه كلها زي ما احنا شايفين، هدعكها كويس جدا. طبعا بقى اشتغلي بايديكي، اشتغلي بجلافز زي ما انت عايزه، بس اهم حاجه تدخليها كده تحت الجلد ومن فوق ومن تحت، ان شاء الله باذن الله هتبقى تتبيله مميزه وجميله ما شاء الله. بس كده يا بنات تبلت بقى الفرخه كلها بيها، اغسل ايديا وارجع لكم على طول. خلاص يا بنات بقى نركن الفرخه كده على جنب زي ما احنا شايفينها تتنقع شويه في التتبيله. ومعايا بقى باقي كميه البصل اللي معانا دي هعمل بيها ايه. معايا كده كام واحده من الكبد القوانص، الكبد اسفه، والقوانص لو انت حابه، لكن انا مش حابه صراحه احط القوانص، فانا مقطعاها كده صغير زي ما احنا شايفين. دولت كده كانوا حوالي 3 يعني 3 كبد بتوع 3 فراخ كانوا عندي محوشاهم كده، فقلت لا قطعتهم، طلعتهم من الفريزر وقطعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بقى هنطلع على النار ونشوف احنا هنعمل ايه. ومعانا يا بنات طاسه كده على النار، حطيت فيها شويه من الزيت، سبتهم لما يسخنوا جدا، وبعدين بقى نزلت عليهم بالكبده اللي معايا. هديهم بقى يا بنات تقليبه كده، يعني ياخدوا صدمه على النار زي ما احنا شايفين مع بعض لحد كده ما لون الكبده يتغير، وبعدين بقى هجيب البصل وانزل عليها بيه على طول. اول ما الكبده يا بنات لونها غير كده معايا هنزل بقى بكميه زي ما احنا شايفين. طبعا يا بنات اللي مش محتاجين اي توابل، طبعا احنا متبلين البصل كده يدبل، هنزل بقى بكوبايتين من الرز زي ما احنا شايفين مغسولين ومنقوعين كويس جدا ومصفيين من الميه. هبدا بقى ان انا اقلب فيهم مع الكبده ومع البصل ومع التوابل الجميله اللي احنا عملناها دي، وهبدا بقى ان انا اشوح في الرز زي ما احنا شايفين مع بعض. اهم حاجه ان انت تفضلي كده تشوحي في الرز شويه. الرز طبعا هياخد من طعم الكبده اللهم بارك جميل جدا. انا طبعا مزوده كميه شويه عن الحشوه لان انا الولاد عندي بيحبوه، لكن برضو انا في اطراف مش بتاكله كده، فهعمل برضو رز اكتر، رز معمر كده في الفرن ما شاء الله، هنشوفه مع بعض في الاخر جميل جدا. بس كده يا بنات هبدا بقى ان انا اشوح الرز، وبعد بقى ما يتشوح انا هنزل بكوبايه واحده بس من الميه، يعني كوبايتين الرز هنزل عليهم بكوبايه واحده بس من الميه، لان انا عايزاه يعني نص سوا عشان يكمل سواه باذن الله مع الفرخه كده في الفرن. فهسيبه بقى كده يتشوح زي ما احنا شايفين، وبعدين هجيب له بقى كوبايه من الميه. نزلت كده يا بنات عليه بكوبايه واحده بس من الميه، وهبدا بقى ان انا اقلبه وهظبط له كمان الملح بتاعه. فانا كده هزود حوالي ربع معلقه كده من الملح، واقلب بقى واسيبه يستوي يتشرب كده الميه بتاعته. هيستوي نص سوا بس، هغطي بقى عليه واسيبه يتشرب الميه دي كلها.
وعلى ما الرز بقى بتاعنا يا بنات اتشرب ميته زي ما احنا شايفين استوى كده نص سوا، كنت انا قطعت كده شويه من البطاطس وقطعت عليهم كام حبايه من البصل كده ودعكتها بملح وفلفل وبهارات فراخ زي ما احنا شايفين، وقطعت كده بطاطس عليها شرايح. هنشوف دلوقتي احنا هنعمل ايه. كمان معايا الكيس الحراري يا بنات زي ما احنا شايفين. هبدا بقى ان انا اخد كده من الرز اللي معايا وهبدا ان انا احشي الفرخه. بس الاول كده هصفي الميه اللي فيها دي اللي هي التوابل، وهبدا بقى ان انا احشي الفرخه كلها بالرز اللي معايا ده. طبعا هو سخن جدا فهحشي بقى الفرخه كلها من بره ومن جوه، سهل جدا. يعني شايفين بقى ان انا هحشي كده من بره. انا هخلي الفرخه بدل ما هي كيلو ونص هخليها 2 كيلو و2 كيلو ونص كمان. هبدا بقى ان انا احشيها فوق الجلد وتحت الجلد وهوريها لكم دلوقتي. زي ما احنا شايفين كده بنات خلصتها ما شاء الله، حجم الفرخه اتضاعف زي ما احنا شايفين كده، وكتفتها بالمنظر ده عشان ما تنزلش كده رز. في الخطوه دي ممكن ان انت تحطي الرز ده في ارضيه الكيس الحراري وبعدين تحطي عليه الفرخه، لكن انا هسويه كده لوحده واحط له كمان نص كوبايه من الميه واسيبه بقى ان هو زي ما احنا شايفين يا بنات. معلش انا اسفه كنت مفكره التليفون بيصور، بس انا جبت كده الكيس البطاطس كده بنات وبعدين بقى نزلت عليها بالفرخه زي ما احنا شايفين. الفرخه متكتفه كويس جدا باذن الله الرز مش هيطلع منها. جبت كده اي صينيه عندك، الصينيه هتفضل نظيفه ما فيهاش اي حاجه خالص زي ما احنا شايفين. حطيت كده الكيس فيها وهبدا بس ان انا اجيب اي حاجه كده يعني افتح كده فتحه صغيره في الكيس بحرف كده السكينه يا بنات، وهفتح كده فتحه صغيره جدا يعني من الناحيه دي كده هنغصها نغزه كده ومن هنا برضه. وبس يا بنات كده تدخل بقى على الفرن هتتحمر ما شاء الله عليها من غير ما نولع شوايه ومن غير اي حاجه خالص. ندخل بقى ندخلها على الفرن نشوف بقى احنا هنعمل ايه بعد كده. بعد كده بنات بقى معايا القرنبيطه اللي احنا اشتريناها ديت، هاخد بقى منها هفتح كده شويه منها، هاخد نصها بالظبط هعمله كده باذن الله اكله يعني في الاسبوع ده. وبعدين النص التاني هاخده كده اعمله مخلل مع شويه من الجزر، يعني مخلل سريع باذن الله هناكله على طول. وان شاء الله باذن الله في بقى وصفه جايه هنعمل معاه الترشي اللي هو بقى هنشيله لرمضان، اللهم بارك، هنعمله باذن الله بطريقه جميله جدا. فانا هشيل دي كده، دي حلوه قوي يعني هتكفينا باذن الله وهتزيد كمان. هعمل منها وصفتين مش وصفه باذن الله في وسط الاسبوع. لكن النهارده هبدا بقى ان انا اخد المخلل اللي معايا ده زي ما احنا شايفين وهقطعه لوردات صغيره جدا. يعني انا بقطع كده الوردات زي ما احنا شايفين بالظبط حاجه كده صغيره. هبدا بقى ان انا اقطعهم كلهم وبعدين نرجع بقى مع بعض. عايزه اقول لكم برضو على حاجه، ان الاكل يا بنات اللي احنا عملناها دي ممكن ان انت تستغليها في يومين. يعني لو انت بقى اولادك عدد افراد اسرتكم بسيط ممكن كمان 4 افراد مفيش مشكله او 5 افراد. الفرخه دي طبعا هتكفيكم باذن الله مع الرز بقى اللي هو بالكبد ده. يعني تقضيكوا كده يوم، واليوم التاني ان شاء الله ممكن كمان تستغلي بقى البطاطس اللي احنا حاطين حوالي كيلو من البطاطس او كيلو وربع كمان. ممكن بقى تقضي بيها يوم تاني مع شويه مثلا ملوخيه مع شويه رز. يبقى احنا كده عملنا من اكله واحده يومين يكفونا يومين. لازم طبعا يا بنات ان احنا يعني نحاول كده ندبر ونحاول نوفر ونشوف الحاجات اللي فيها توفير نجري طبعا وراها بالمشوار. يعني مش لازم نجيب الحاجه اللي هي تكون غاليه كده ونقول لا ده الفلوس مش هتقضينا، لا ده مش عارفه ايه. لا ان شاء الله ربنا يبعت لكم الرزق يا رب لحد ما ربنا يزيح عننا الغمه دي، اللهم امين يا رب. لازم ان احنا كده نتحدى الظروف الصعبه اللي احنا فيها ونمشي كده ورا بعض ورا الحاجه اللي هي تكون موفره شويه. هقطع بقى كل الحاجات دي يا بنات وهرجع لكم على طول. قطعت الكميه زي ما احنا شايفين وردات صغيره، وبعدين بقى قشرت كده شويه من الجزر هبدا ان انا اقطعهم بالقطاعه دي زي ما احنا شايفين مع بعض. القطاعه دي بتدي شكل حلو طبعا، بتبقى ما شاء الله شكلها جميل. فهقطعهم بقى كلهم. حابه برضو تعمليها مدوره، حابه تعمليها مفيش مشكله خالص، ترفعيها تخليها سميكه طبعا دي حاجه ترجع زي ما احنا شايفين كده يا بنات. خلاص انا جربت كده اعملها كده مدوره، عملتها صراحه كده بالطول كانت احلى زي ما احنا شايفين. فهبدا بقى ان انا هعمل كل الكميه وبعدين هقلبها كده واغسلهم بقى وارجع لكم عشان نخلله سوا. غسلت كده الكميه اللي انا شايفينها مع بعض، خلصتها كلها وغسلتها كويس، وبعدين بقى طلعت كده كام ليمونه زي ما احنا شايفين مع بعض. هحضر بقى معايا الميه، معايا كده لتر من الميه، هعصر كده عليه شويه من الليمون لان انا طبعا ده عايزاه مخلل سريع. هقول لكم دلوقتي الحاجات اللي هتخليه يعني يتاكل كده باذن الله على طول، مش هيغيب معانا باذن الله اقل من اسبوع، وباذن الله هيتاكل وهيبقى ما شاء الله زي العسل. زي ما احنا شايفين عملت كده عصير 3 ليمونات، ومعايا كمان معلقه كده كبيره من هريسه الشطه زي ما احنا شايفين مع بعض. اقلبها كويس، وكمان معايا 3 معالق من الملح، يعني على كل لتر 3 معالق من الملح. اقلبهم كويس جدا يا بنات، وبعدين اجيب كده شويه من الخل معايا
عشان ده طبعا عامل اللي هو هيخليه يستوي بسرعه. لو انت بقى عايزاه ما يغيبش خالص، الميه دي كلها ارفعيها على النار وسيبيها كده لما تهدى شويه، يعني تبقى في مرحله السخونه كده، لا هي بارده ولا هي سخنه زي ما احنا شايفين كده. وبعدين بقى حضرت البرطمانات معايا، هنزل بقى فيها بالمخلل. هعبي كده المخلل في البرطمانات اللي معايا، لو انت عندك برطمان كبير عبيهم بقى فيه وخلاصي. انا كان عندي كده برطمانين، فبدات بقى ان انا عبيتهم فيهم. بعدين هنزل بقى بكميه الميه عليهم لحد ما تغطيهم كلهم. لو عايزوا شويه من الميه هزود لهم عادي خالص مفيش مشكله. انا هزود لهم بس شويه كمان من الميه. كملت بقى الميه زي ما احنا شايفين مع بعض، وهبدا بقى ان انا اغطي البرطمانات بتاعتي. انزل بس الميه كده فيها من تحت عشان الملح كله يدخل جوه البرطمانات كلها من فوق لتحت. زي ما احنا شايفين كده خلاص معانا كده مخلل يكفينا اسبوع واسبوعين كمان، في وقت كويس خلصناه. بس كده بقى، يلا بقى كده نشوف بقى الاكل بتاعنا كان خلاص باذن الله جاهز. في الوقت ده هنخلص بقى ونقدم الاكل مع بعض. وبكده يا بنات الاكل بقى بتاعنا كان جاهز خالص. تعالوا بقى كده نفتح مع بعض الكيس ونشوف بقى. ما شاء الله الفرخه بتاعتنا متحمره من فوق ومن تحت، جميله كده، الله اكبر، جميله ما شاء الله، اللهم بارك، حاجه كده زي العسل. تعالوا بقى كده نحطها في طبق التقديم ونقدم بقى معاها البطاطس. ما شاء الله مستويه وزي العسل، ماسكه نفسها كده ما شاء الله. يلا بقى كده بينا هنقدم الاكل دلوقتي مع بعض. وبكده يا بنات قدمنا بقى الاكل زي ما احنا شايفين بالشكل الجميل ده ما شاء الله، اللهم بارك. وكمان كنا عاملين رز ابيض زي ما احنا شايفين كده مع بعض، والبطاطس بتاعتنا الجميله، وجبه كامله متكامله ما شاء الله عليها، حاجه كده زي العسل، سفره شيك وتنفع تشرفك في كل العزومات. اتمنى بقى تجربوها بالطريقه دي وتعجبكم كده يا رب. تعالوا بقى كده نشوف اللحمه كده مستويه زي ما احنا شايفين مع بعض، حاجه كده جميله اللهم بارك، جميله جدا. اتمنى تجربوها بس بنفس الطريقه، ويا رب تعجبكم. لحد بقى ما اشوفكم في وصفات اكتر، هتوحشوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.